منو مدربين الدوري السعودي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في مقطع راح يكون تعريفي عن مدربين الدوري السعودي بشكل عام. عشان كذا لا تنسى تضغط زر اللايك وتتابعني على القناة ليوصلك الجديد. يلا بينا نبتدي. راح نبتدي بأندية الصندوق الاستثمار السعودي اللي هم الأربعة. بعدين راح نشوف نادي من المدرب وشنو التجارب السابقة اللي دربها المدرب. اي نادي كان يدرب، مثلا هل هو درب من قبل في الدوري السعودي، وهكذا من هذه الامور. اول شيء راح نبتدي بنادي الاتحاد وبطل الموسم الماضي للدوري السعودي اللي هو المدرب البرتقالي نونو سانتو. مدرب معروف العام الماضي حق الدوري مع نادي الاتحاد، كان يدرب من قبل نادي اللي هو فالنسيا الاسباني وبورتو البرتغالي وتوتنهام الانجليزي. هذه من ابرز الافريقيا اللي كان يدربها نونو سانتو بشكل عام. المركز الثاني او النادي الثاني نادي النصر السعودي. نادي النصر السعودي تعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو. لويس كاسترو كان له محطات كثيرة ومن ابرزها بورتو البرتغالي واللي هو شختار الاوكراني وبوتافوغو البرازيلي، واخر تجاربه معاها كانت ومن قبل درب في الخليج مع نادي الدحيل القطري. النادي الثالث اللي معانا في هذا المقطع اللي هو نادي الهلال البرتغالي. جورج جيسوس معروف في الدوري السعودي بحكم انه درب الهلال عام 2019 وما كمله. التصريح الاول كان يقول انا عندي مشروع ما انتهى مع نادي الهلال. ابرز محطاته قبل ما يجي نادي الهلال نادي بنفيكا البرتغالي وسبورتك لشبونه وفلامينغو البرازيلي وبشكتاش اللي هو التركي. ايضا المركز الرابع نادي الاهلي. نادي الاهلي المدرب حقه الشاب الالماني ماتياس بيسيليا، مدرب مميز وما عنده الا تجربه واحده قبل نادي الاهلي اللي هو في ريد بول سالزبورغ مسوي. مدرب شاب وفكر هجومي، وكانت انديه اوروبيه كثيره تطمح ان تاخذ هذا المدرب لانه عنده فكر مره ممتاز. المركز الخامس نادي الشباب والهولندي كيزارو، مدرب سابق للانديه اياكس الهولندي وسبورتك لشبونه البرتغالي والجزيره الاماراتي. معظم المدربين اللي الحين جايين الدوري السعودي تقريبا مروا في الدوري البرتغالي. الحين قاعد المدربين نقولها حاليا اغلبهم مروا الدوري البرتغالي. المركز السادس مدرب نادي الاتفاق الانجليزي المعروف ستيفن جيرارد، اسطوره نادي ليفربول وواحد من المفاجآت جيته للدوري السعودي. مدرب سابق لرينجرز الاسكتلندي ومدرب سابق ايضا لاستون فيلا الانجليزي. لاعب كبير ومدرب يطمح انه يكون واحد من المدربين الممتازين في الدوري السعودي. المركز السابع نادي الفتح. نادي الفتح المدرب الكرواتي سلافان بياتيتش اللي هو مدرب سابق لنادي الاتحاد في السعوديه وويست هام وواتفورد وبشكتاش تاهير اللي هو في تركيا. خلينا نشوف النادي اللي بعد. النادي الثامن راح نتكلم عنه اللي هو نادي الوحده. نادي الوحده واليوناني دونيس، مدرب سابق لنادي الفتح ونادي الهلال، مدرب معروف في الدوري السعودي وله تجارب ومعروف خاصة انه درب نادي مثل نادي الفتح. النادي اللي بعده نادي التعاون سكر القصيم والمدرب البرازيلي المعروف شاموسكا مستمر معاهم من الموسم الماضي واداءاته الممتازة، والمدرب سابق النادي الفيصلي وحقق معاهم اللي هو كاس الملك، ومدرب ايضا نادي القرافة القطري والجيش القطري. رقم 10 نادي الرائد. نادي الرائد والمدرب الكرواتي ايجور، مدرب سابق لنادي بوخارست الروماني ونادي الشباب السعودي، درب من قبل في الشباب السعودي. ايضا النادي اللي بعده نادي رقم 11 نادي فامك الروماني كوزمن كونتراو معروف في الدوري السعودي بحكم انه كان مدرب سابق لنادي الاتحاد السعودي. النادي اللي بعده نادي رقم 12 اللي هو نادي ابها والمدرب الكرواتي كراشمير، مدرب سابق للجيش المغربي والمنتخب الكاميروني. النادي اللي بعده مركز 13 اللي هو نادي الفيحة. نادي الفيحة والسربي سرفتش ومدرب سابق للنادي الفيصلي السعودي والبفرة الاماراتي. النادي اللي بعده نادي الخليج البرتقالي بيدرو ايمانويل، مدرب معروف في الدوري السعودي وكان له تجارب سابقة مع نادي التعاون ونادي النصر والعين الاماراتي والمريا الاسباني. النادي اللي بعده نادي الرياض البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب سابق لنادي فتح السعودي. النادي اللي بعده نادي الحازم. نادي الحازم والبرتغالي بوفين، مدرب سابق نادي بوفنت وسانتا كلور البرتغاليين. اخر نادي راح نتكلم عنه نادي الاخدود، مدرب البرتغالي جورجي، مساعد مدرب الجوميز
في نادي الأهلي ونادي التعاون، وما عنده أي تجربة كمدرب أساسي، وهذه أول تجربته مع نادي الأخدود. هذا مقطع سريع نتعرف بس عن المدربين ومن جايين وشنو أبرز تجاربهم، ما نقدر نتعمق في كل واحد وخططه وأمور، راح يكون مقطع مرة طويل. لا تنسى انك تبغى زر اللايك وتدعمني بالاشتراك عشان نشوف ابرز الصفقات راح نتكلم عنها، وخطط واشياء كثير في هذه القناة. يلا اشوفك في المقطع الجاي.